مش عارف إيه الموضة الغريبة العجيبة اللي انتشرت في الأفراح الأيام ديّة طبعًا، واللي ما تتّفقش طبعًا مع أخلاقنا خالص ولا مبادئنا، وهي إن كل عروسة تيجي يوم الفرح مثلًا طلعت رقصت شوية والّا حاجة، الناس تصوّرها وتعمل لها فيديوهات وتنشرها طبعًا على التيك توك وعلى كواي وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، والفيديوهات دي طبعًا الناس بتنزّلها على تليفوناتها وبتنتشر في مصر وفي العالم كلّه، والعريس ولا هو هنا، يا ابني يا حبيبي دي مراتك لازم تحافظ عليها، اللي بيحصل ده اسمه دياسة، لازم تغير، الراجل الصح لازم يغير، الغيرة ما لهاش علاقة بالحب، الغيرة ليها علاقة بالرجولة نفسها، الغيرة على مراتك وعلى أختك وعلى بنتك وعلى أمك دي حاجة نابعة من رجولتك، ما لهاش علاقة بالحب والكره، لازم تكون راجل، لازم تحافظ على بيتك، العروسة يعني لو فرفوشة شوية يعني خلّي الفرفشة والدلع دُولة ليك أنت بس، مش لازم الناس كلّها تتفرّج معاك يعني، مش لازم الموضوع يبقى public أوي، وبرضه الناس اللي هي بتحضر الأفراح، قريبة العروسة والّا صاحبتها والّا حد جارتها والّا جارتها والّا حاجة، مش لازم يعني تصوّريها وتنشريها وتشيّصيها كده على النت، يعني أنتِ هتجمعي فيديوهات على حسابها هي، على حساب سُمعتها مثلًا، ده الناس بقت بتتفرّج على الفيديوهات العرايس اللي بترقص أكتر ما بتتفرّج على الرقصات نَفْسهم، يعني الموضوع بقى over أوي، حاجة يعني بقت صعبة جدًا، مش عارف أنا الناس جرى لها إيه وأخلاقها جرى لها إيه بالضبط، مش فاهم أنا بصراحة.